كل البنات والسيدات، انا عايز اسالكم سؤال، انتوا ليه ما بتستثمروش؟ ليه معظم العملاء اللي جايين يستثمروا اغلبهم رجاله؟ يعني ليه ما بشوفش بنات وسيدات جايين احنا عايزين نستثمر، عايزين ننفست، مع ان انتوا يعني اهم ناس في الوقت ده المفروض ان انتوا تعملوا الحاجه دي. زي ما انتوا شايفين الدنيا مبقتش مضمونه، الظروف بتتغير، فلازم يكون عندكم حاجه تسندكم، لازم تأمنوا نفسكم، لازم يبقى عندي الاستثمار الخاص بيا. خلي جوزك يزود لك المصروف شويه، ايه يعني اما تدخلي في حاجه القسط بتاعها 50,000 جنيه في الشهر، مش مكملين $1000. وزي ما بتتعبوا وبتربوا الاولاد وبتعملوا الاكل وانتوا اللي شايلين البيت كله، ان انتوا تتبسطوا ويبقى ليكوا دخل ثابت يبدا ان هو يعني يدخل لكم وتشتروا منه كل اللي نفسكوا فيه، سواء بقى يعني اي حاجه انت بتحبيها. كل واحد بيبقى عنده حاجه بيحبها وبيحب يصرف فيها فلوسه، فاي حاجه بقى انتوا بتحبوها تقدروا تجيبوها من الدخل اللي داخل لكم ده. من حقكم يكونوا عندكم شاليه تبداوا ان انتوا تسافروا وتغيروا جو وتتبسطوا، ويعني تغيروا المود. اهم حاجه صحتكم النفسيه، لان انا طول ما انا صحتي النفسيه كويسه، طول ما انا بشرتي حلوه، طول ما انا شكلي حلو، طول ما انا منتج اكتر، الحاجات دي كلها لازم تاخدوا بالكم منها بجد. لازم تستثمروا، لازم تهتموا بنفسكم، ولازم يبقى ليكم مصدر دخل ليكم بعيدا عن اي حاجه خاص بيكم انتوا. فعايزين تستثمروا او عايزين تعملوا اي حاجه تقدروا تكلموني وتتواصلوا معايا، وانا معاكم هخليكم تعملوا احسن استثمار وافضل استثمار، ومكسبكم مسؤوليتي. انتوا بس قرروا قولوا لي يلا احنا عايزين نستثمر، واحنا معانا مقدم كذا قسط كذا، وانا هبدا ان انا اوجهكم وهقف معاكم، لان انا عايز كل السيدات والبنات ان هم يبداوا يبقى ليهم دخل كويس. زي ما هم بيتعبوا احنا لازم نقف جنبهم، ولازم اساعدكم، ولازم اخليكم توصلوا لاستقلال مالي، ويعني يبقى في دخل ثابت نقدر نجيب بيه اللي احنا عايزينه، ونقدر نواكب ونعمل كل اللي نفسنا فيه. اتواصلوا معايا وانا هدلكم على افضل استثمار، لان مكسبكم مسؤوليتنا.